ونجم الفاضل من قلبي ودنباوي، جبنا له فنان من حوش ازرق مصطفى. وانا دايما لما اجي نجم الدين ده كان في حارتنا في ودنباوي بيمتاز بحاجتين، انه كان واحد من اميز لاعبي الكره، ومن اميز عازفي العود، ومن ابيز المغنين. طبعا جون كان اسمه جون، ده ذاته نحن ما يجينا الا قريب، ده ما كان بيغني 6 مرات في اليوم يعني. وبعدين يعني نجم الدين ده ما مر عليه مرحله امتياز، اخصائي طوال يعني. وحقيقه نحن زمان كنا بنسمعه في الحاره لما كان بيتدرب على عواطفنا النبيله يعني. فانا بقوم اقول له يا نجم الدين، اول ما اشوفك طوالي بتذكر اندب حظي يا مامالي، واندب حظي يا مامالي الليله حتكون موزعه المشاعر ما بين المرضى والاطباء، فلمن يكون العزاء. على حال هي ابتدار جميل لنجم الدين اندب حظي يا مامالي. الاغنيه دي هي لانه فيها احلى من العذاب يا خالي، والخال دائما في السودان قريب للقلب يعني. وعلى حال كل سوداني عنده حظ كده بيندب فيه على الحد الادنى والاقصى، ان كان الدكاتره دي حققوا كل الامنيات التي بكاها العمراوي. نجم الدين مرحب بك، ولتبتدر هذا المساء المعقم الطبي الجميل باندب حظي يا معمالي.